معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فنحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن نكون فيه كما يحب ربنا ويرضى. وهو عز وجل جعل لنا هذا الشهر موسما لكي نقرب منه ونتخلص من أوضار الدنيا وغفلتها التي تشغلنا طوال العام، فجعل لنا هذا الشهر موسما لنقرب منه سبحانه وتعالى، وتصفو أرواحنا من قاذورات الدنيا والمعاصي والآثام. ولذا شرع لنا الصوم في هذا الشهر المبارك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية التي من أجلها شرع الصيام أن نصل إلى هذه الرتبة العلية، وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى والتحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر شهر مقدس زمانيا، ومقدس بما أنزل الله سبحانه وتعالى فيه من كلامه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومقدس بما شرع فيه من هذه العبادة التي تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وأعداء الإسلام لما فطنوا إلى هذه القضية، قضية أن الشهر يأخذ المسلمين فيصفيهم ويطهرهم، شهر رمضان، بما شرع الله عز وجل فيه من السنة الشرعية الدينية التي هي الصيام، وبما جعل فيه سبحانه وتعالى من السنة الكونية القدرية، وهي فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، بما جعل الله عز وجل فيه من السنن الشرعية والسنن الكونية. فطن أعداؤنا لذلك. وحين نقول أعداء لا نقصد أعداء الكفار من اليهود والنصارى فقط، ولكن العدو الحقيقي الذي بيننا وبين أظهرنا وظهرانينا، وهم المنافقون، هم العدو فاحذرهم، كما قال الله عز وجل: قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء المنافقون فطنوا لهذه القضية، ولذا حاولوا بشتى الطرق ومختلف الوسائل أن يعمدوا إلى هذا الشهر المقدس فيشوهوه بكل ما هو مدنس، وأعني بذلك الإعلام. هذا الإعلام، هذه الوسيلة الخبيثة، هذا الإعلام هو بوق إبليس الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، يأمر بالسوء والفحشاء، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالإعلام هو بوق إبليس. الآن تجد أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام من المنافقين يركزون بكل ما أوتوا من إمكانات ومن قدرات أن يجعلوا هذا الشهر مرتعا للشبهات والشهوات، المسلسلات والمسابقات والأغاني وما إلى ذلك من الأمور التي تحول بين المسلم وبين أن يتحقق بالقضية الكبرى التي من أجلها شرع الصوم في هذا الشهر، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. الصوم هو الترك، أن يترك الإنسان المباحات لكي يصل بعد ترك المباحات إلى ترك المحرمات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمعاصي والذنوب والآثام هذه تنقص أجر الصيام ولا ريب، بل ربما تزيله بالكلية. فما بالك أن يصبح الإعلام بمسلسلاته وما فيه من ضخ إعلامي كبير يزعزع هذه المعاني الإيمانية وهذه الرتب الدينية في قلوب المسلمين، فلا يبقى لهم أي أثر وأي تأثر ولا يبقى لهذا الشهر الفضيل المقدس أي تأثير في حياة الناس، تأثيرا حقيقيا يقودهم لأن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقربوا من الله عز وجل، وأن يكونوا كما يريد الله سبحانه وتعالى. هم يريد هؤلاء هذه، لأن الإعلام هو الإعلام. من أين أتانا هذا الإعلام؟ هذا الإعلام الآن، المنظومة الإعلامية القائمة الحاصلة الآن تستمد فكرها وثقافتها وجذورها الفكرية من قضيتين: إما من الإعلام الغربي أو من الإعلام إعلام النظم العلمانية الحداثية
التي تقوم على أساس فصل الدين عن الحياة. فهيمنة الدين على الحياة عندهم خطر لا يقبلونه، ولذا يضخون هذا الكم الكبير من المسلسلات المدنسة لمقدس هذا الشهر الفضيل كي لا يكون للدين ذلك الأثر والتأثير المنبغي في حياة المسلم، حتى يخرج من شهر رمضان وقد اقترب من الله سبحانه وتعالى وقد صلح حاله واصطلحت أحواله. هم لا يريدوا ذلك، يريدوا أن يظل أسيرا لهم. الله عز وجل أسر وصفد إبليس الشيطاني وانطلق المنافقون ومن ورائهم الكفر التي تدعمهم بإبليس الإنساني ليفسد صيام الناس وعبادتهم وتقواهم. لعل في هذا غنية وكفاية، ونسأل الله أن يعيننا على مراضيه وأن يصرفنا عن معصيته، والله أعلم. رضيت بالله ربا ودينه لي دينا، رضيت طه نبينا وقائد المرسلين وسيدا في هداه للعالمين هدينا. فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا، فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا. كما رضيتم كتاب القرآن حصنا حصينا وما حوى من معان صارت لقلبي يقينا. كما رضيتم كتاب القرآن حصنا حصينا وما حوى من معان صارت لقلبي يقينا. وما دعانا استجابنا وما نهانا انتهينا، تنزيل رب البرايا ومرشد العالمين. فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا، فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا. الحمد لله أنا إلى الصراط هدينا، الحمد لله أنا من زمرة المسلمين، الحمد لله أنا إلى صراط هدينا، الحمد لله أنا من زمرة المرسلين. نبجل الرسل غرا ونقتدي بنبينا محمد خير رسل الرحمن حقا يقينا. فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا، فهل رضيتم بهذا قولوا رضينا رضينا، قولوا رضينا رضينا.